بكوباية دقيق واحدة خليكي تعملي أكتر من 20 قطعة. بسكوتة السنيكرز السهلة والغنية اللي كلنا بنحبها، خليكي تعمليها من أول ما تعجني العجينة ومش هتلمسيها بإيديكي تماما. هنعجنها بالمعلقة وتطلع معاكي ناجحة وممتازة، أحلى من بره بمراحل، وهتكون معاكي حلوة جدا جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأول أنا عندي بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، نزلت عليهم شوية من الفانيليا وحطيت عليهم تلت كوباية من السكر البودرة. هخلط الكلام ده كله كويس قوي بالمضرب اليدوي، وتقدروا تستعملوا المعلقة. المهم ان البيض يتضرب كويس قوي مع السكر البودرة. فالخطوة دي هكون عندي مسيحة او مدفية تلت كوباية من الزبدة. الزبدة تكون دافية، تكون سايحة كده، مش عايزينها متكتلة. هقلبها كويس قوي مع البيض والسكر، وممكن هنا تحطوا باكت من الفانيليا، ولكن طعم الزبدة لوحده هيكون كفاية قوي. هنزل عليهم بكوباية ومعلقتين كبار من الدقيق، وبالمعلقة. احنا مش هنلمس العجينة تماما، مش محتاجين نعجن ولا اي حاجة. هنفضل نقلب كده ونضغط لحد ما كل كمية الدقيق اللي عندنا تختفي، ويبقى قوام العجينة كده طري زي ما انتوا شايفين، وبيمط مطة خفيفة قوي. في صينية بقى صغيرة مقاس 15 في 20 هبدأ ان انا افرد العجينة بتاعتي. وبعد ما فردتها كويس وحاولت ان انا اخلي سمكها كله واحد وارتفاعها واحد، هبدأ بالشوكة كده وان انا اعمل فيها فتحات علشان ما تنتفخش قوي. قطعوها بقى كده بالسكينة في حجم البسكوتة الواحدة، وهندخلها فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200. هتاخد معانا بالظبط نص ساعة وتطلع حلوة قوي. نص ساعة، لأ أقل كمان. طيب، تابعوها من بعد 15 دقيقة علشان كل فرن بيفرق عن التاني. هنزل بقى هنا بربع كوباية من السوداني، وعليهم معلقتين كبار من عين الجمل، ونص كوباية من الكراميل اللي كنا عاملينه مع بعض قبل كده كتير. طلعت عندي في الفرن وخدت بالظبط 25 دقيقة. عايزة اقول لكم انها اللهم بارك ريحتها حلوة قوي. سبتها بردت على جنب حوالي نص ساعة، وبعدين نزلت عليها طبقة الكراميل. وهنا انا سخنت الكراميل علشان يتوزع معايا بطريقة كويسة. هندخلها الفريزر تقريبا ربع ساعة لحد ما طبقة الكراميل تتماسك. قطعوها بقى، وعايزه اقول لكم انها اللهم بارك حلوه حلاوه ما حصلتش. ريحتها حلوه قوي وقوامها مظبوط جدا. بالسكينه بقى هنبدا ان احنا نقطع البسكوته بتاعتنا. وفي الوقت ده انا كنت مدخله 200 جرام شوكولاته مع معلقتين كبار من الزيت في الميكرويف علشان يسيح. هبدا بقى ان انا اخد كل قطعه واغلفها بالشوكولاته كويس قوي. وحاولوا الشوكولاته ما تكونش ساخنه قوي علشان ما تسيحش معاكم طبقه الكراميل كده. زي ما كنت كل شويه بحاول ان انا اعيد تسخينها لان الجو ساقع فبتسيح الكراميل، لا. كل ما كانت الشوكولاته تكون هاديه شويه بتدينا نتيجه ممتازه زي ما انتم شايفين كده، وطلعت اللهم بارك حلوه قوي. ما تنسوش بقى ان انتوا لو وصلتوا لحد هنا تعملوا لايك وشير كتير قوي للفيديو. وصحة هنا.